بيظهر مكفدين وهو بيسأل كيان عن رأيه في السيدة إدنا، فقال له بإن هو بيثق في قرارات إيلاي جدا، بس لو إدنا خانته فبمنتهى البساطة هو هيخلص عليها. وبالليل بيجتمع كل الفرسان وبيبدأ التوأم يتكلموا عن إشاعات سمعوها في القرية عن الدوقة، فبيوبخهم كيان بإن هما ما ينفعش يتكلموا عن سلالة الدوقة مرة تانية. في الوقت ده بيظهر إيلاي وإدنا وهما نازلين السلالم وإيديهم في إيد بعض، وفجأة بيتصادم كيان ومكفدين لأنهم شافوها بشعرها القصير، وكانت كده تشبه الأمير الراحل جدا اللي هو الأمير أيضا. وبدأ إيلاي بالكلام وبدأ يوزع المهام على الجميع، وإن كيان والتوأم هيتبعوه، أما كريس فهيبقى مع إدنا لحراستها. فبيقرب كيان من كريس علشان يطلب منه إن هو يبقى عيونه على إدنا في كل الأوقات، وإن هو يقدم له تقارير بأي شيء مريب يحصل منها، وطلب منه إن هو يجعل الأمر سر ما بينهم وبلاش يقول لإيلاي أي شيء، لأن هو ومكفدين مش واثقين فيها أبدا. وبتظهر إدنا وهي بتختار البذور اللي هتقدمها للقرويين، وبدأ كريس يراقبها وهو بيتسائل عن سبب خوفهم وشكهم في إدنا، وافتكر حياته ومأساته اللي حصلت مع أسرته بعد وفاة والده، وإن هما ما قدروش يسددوا ديونهم، واتخطفت والدته ومات إخواته من الجوع. أما إدنا فهي بتتفهم ألم الفقراء وكل اللي مر بيه القرويين أثناء وبعد الحرب، وإنها بتمتلك لطف كبير لأنها بتعطف على مدن كتير وقلبها مليان بالرحمة. لما بيوصلوا للمدينة بتحيي إدنا سكان المدينة وقالت لهم إنها أحضرت الطعام للجميع، وإن كل أسرة ليها دفعة واحدة بس، وبمجرد ما بيسمعوا القرويين كلامها بيتسابقوا بسرعة جدا للحصول على حصتهم. فأخد كريس الكرباج وضرب بيه أحد القرويين، فغضبت إدنا منه جدا وفقدت هدوءها ووبخته، وأمرته بإن هو ما يتصرفش بالطريقة دي مرة تانية، وفكرته بإن القرويين لازم يحصلوا على حمايتنا بدل من الضرر مننا. فراقبها كريس بخوف واستغراب إن إزاي امرأة قدرت تتغلب عليه بكلامها، وبدأ الناس يتكلموا بالسوء عن كريس بإن هو بيجلد الناس بدون سبب، بس إدنا بتتدخل وبدأت تواجههم وبتقول لهم إن هو ما كانش هيعمل كده إذا كان القرويين اتبعوا أوامرها من البداية وانتظروا دورهم، وقالت لهم بإن ده تحذير ليهم هم كمان. فأعجب كريس جدا بحكمتها، وأعجب بفكرة إنها ما أخدتش جانب أي حد فيهم، وإنها في البداية وبخت كريس وبعدين وبخت القرويين مع الحفاظ على قيمة كل واحد فيهم. وضحت إدنا للقرويين إن البذور مش مجانية، وإن بعد الحصاد في العام المقبل هيتحاسبوا عليها، وطمنتهم كمان إن مش هيتم فرض ضرائب كبيرة عليهم. وفي طريق رجوعهم إدنا اتكلمت مع كريس بخصوص تصرفه الشرير، وهو بصلها بنظرة بريئة، فقالت له إدنا بإن الحرب مزقت الناس وجعلتهم كلهم خايفين، وإن ده هو سبب تصرفهم بالطريقة دي، وطلبت منه إن هو يقوم بحمايتهم لأنهم في حاجة للحماية علشان يقدروا إن هم يقوموا ويتعالجوا من خوفهم. بعد كده بتسأله إدنا عن حياته، ولما حكالها قصته ظهرت الدموع في عيونها، وفي اللحظة دي إحساسه بالشك من ناحيتها بيختفي فورا، لأنها لو كانت امرأة نبيلة عادية كانت هتبعد عن المتاعب للأبد. وسألته إذا كان هو وصل للقصر مع أخوه بس، فأومأ براسه بإن كلامها صحيح، وسألها عن سبب سؤالها، فجاوبته بإنها هتساعدهم على الاستقرار وتحقق لهم أمنياتهم. فافتكر كريس ردود أفعالها كلها ومساعدتها للناس، فقال لها فورا على أمنية أخوه الصغير، وهو إنه نفسه يصبح حداد، بس مشكلته إن هو لسه منضمش للنقابة. فبسرعة بتقوله إدنا إنها هتساعده في إن هو ينضم للنقابة من اختياره هو، وبتقوله إنهم بيعيدوا بناء المدينة حاليا وإنهم بحاجة لكل الحرفيين في الوقت الحالي. فبيتصدم كريس من إجابتها، ومع ذلك بيجمع نفسه بسرعة. وبنروح للملك كادن وبيكون واقف في شرفته، وبيأمر خادمه إن هو يرسل رسائل لكل الأسياد لحضور أول مهرجان للمملكة، وهو مهرجان الحصاد الأول، وإن ده أول مهرجان من لحظة تتويجه كملك، وبيتمنى إن الجميع يحضروه. وفي نفس الوقت بيكون إيلاي بيزور كل البلاد المجاورة، وبيكون حزين جدا لأنه بيشوف الجياع والأكواخ المحروقة والمكسورة والناس المصابين. فبيستنتج إيلاي إن المدينة دي بعيدة عن إمدادات القلعة، وإن تم نهبها لأنها بعيدة جدا عن القلعة. واتسأل عن إيه هيكون موقف إدنا تجاه المدينة دي، وتخيلها وهي بتقاتل من أجل العدالة زي ما اتعود إن هو يشوفها دايما، وافتكر نفسه زمان قبل ما يتخلى عن أفكاره، واتسائل إذا كان أصبح مثل إدنا هو كمان، وأمر كيان بإن هو اللي هيتولى أمر المدينة دي. وهنا سألوا كيان إذا كانت إدنا هتقدر تتعامل مع الموقف الصعب ده، وخصوصا إنها كانت خدامة.
فحذره إيلاي بحدة من إن هو يتكلم عن ماضيها مرة تانية، وقال له بفخر إنها أكيد هتقدر تتعامل مع المواقف الصعبة اللي زي دي، وبيتعهد بإن هو هيرجع لمدينة بوليت وهينهبها، وأمر كل فرسانه بإن هم يطاردوه هو وأتباعه وإنهم يعلموهم درس. أما إدنا فبتقابل واحد من عمال البلد واللي بيوريها بعض مخططات المدينة، ولما حاول إن هو يساعدها على إن هي تفهمها فهي قالت له إنها قادرة إنها تقرأها بنفسها، وكمان اقترحت عليه بعض التغييرات، فاستغربها كريس والمعماري جدا. وبمجرد ما بيرجعوا للقلعة بيبدأ مكفادين إن هو يستجوب كريس إذا كان لاحظ أي شيء مشبوه اتجاه إدنا، وفكر كريس إنها بتقدر تقرأ المخططات، وهو بقى متأكد من إنها كذبت بخصوص شخصيتها الحقيقية، وبالرغم من شكوكه كذب هو على مكفادين وقال له إنها فعلا امرأة رائعة، وقلبه كان بيقوله إن هو لازم يحمي إدنا بحياته بالرغم من هويتها المزيفة. وكيان ومكفادين بدأوا يتكلموا عن مناقشتهم مع كريس عن إدنا، ومكفادين كان حاسس بإن كريس كان بيكذب عليه، واتسأل إذا كان هو كذب بسبب إن إدنا من طبقة منخفضة وهو بيتعاطف معاها، بس كيان بيأكد له إن كريس وأخوه كانوا من أبطال الحرب، فبيأكد مكفادين على كلامه وبيقرر إن هو يلغي شكوكه من ناحية كريس، وبيطلب منه كيان إنهم الأفضل ليهم إنهم ما يركزوا على مهامهم. تاني يوم بيخرج إيلاي للصيد في الغابة مع جنوده، وقال لجنوده إن هم عندهم هدف واحد بس وهو إرسال تحذير واضح، وبدأ إعلامهم ببعض التعليمات وهم كانوا بيأكدوا على أوامره. في نفس الوقت ده بيظهر موند اللي هو ابن الكونت بوليت وكان معاه خادمه، وهم خلف الشجرة وبيتصنطوا على إيلاي ورجالته، واقترح الخادم على موند إن هم لازم يغادروا قبل ما يكتشف إيلاي وجودهم، بس موند بغضب بيقوله إن الوحش مش بيهرب أبدا من ساحة المعركة، وبيستمروا في الهمس ومن غير قصد همساتهم بتصبح صوتها عالي وبتكون مسموعة لأي شخص موجود في الغابة. فجأة بيبص موند لإيلاي وبيلاقي إن هو بيبصله بالفعل، وبمنتهى الهدوء قال له إيلاي أنا أخيرا لقيتك، وبدأ في مهاجمته، بس الهجوم كان خفيف وبالكاد خدش وجهه، فحس موند بالرعب وبدأ بالهرب فورا. وسأل كيان إيلاي إذا كان لازم يقتلوا ابن بوليت التاني أو إنهم يرسلوه للسجن، فقال له إيلاي إنهم هيسيبوه يهرب وإن هو خرج للصيد مخصوص لإرسال تحذير لبوليت، وأمر أحد رجاله بإصابة كتف موند، ولما بيتصاب موند بيقسم بحياته بإن هو هيقضي على إيلاي. لما بيرجع إيلاي للبيت إدنا بتحييه وبيقول لها إيلاي عن حالات النهب اللي شافها في الأحياء الفقيرة، ولما طلبت منه إنها ترافقه لهناك رفض، فسألته عن سبب رفضه، فقال لها لأن الأحياء الفقيرة دايما بتتعرض للهجوم وإن ده هيكون خطر عليها جدا، بالإضافة لأن الطرق بتكون صعبة جدا وإنها بالفعل مشغولة وما تقدرش تتحمل أعباء زيادة، فبتقتنع إدنا برأيه. وبعد كده بتسأله ليه لسه بيتم مهاجمة المدينة اللي ما بقاش فيها أي شيء يمكن سرقته، واستنتجت إنها أكيد بتكون محاولة نهب فاشلة. فابتسم إيلاي وقال لها إن كلامك صحيح، وقال لها إن هو بيشك في إن الكونت بوليت هو اللي ورا كل عمليات الهجوم دي، وإن هو كان من أتباع الملك السابق وفي الآخر خانه. وقتها إدنا بتفتكر الكونت بوليت وإنه فعلا كان من أتباع والدها وكان مخلص جدا ليه، لغاية ما أمره الملك بإن هو يسلمه بنته اللي كانت لسه يدوب عندها 10 سنين بس، وأخدها الملك بالفعل بالرغم من توسلات بوليت ليه، وفي النهاية انتحرت البنت بسبب التعذيب اللي تعرضت له من الملك. فقرر وقتها بوليت إن هو ينتقم منه وتآمر بالفعل ضد الملك، وعلشان كده إدنا بتعتقد إن والدها هو اللي خان بوليت مش العكس. وبنروح لقلعة الكونت بوليت وبيكون الخادم على الأرض وبيترجاه بإن هو يسامحه، لأن الكونت بيتهمه بالفشل في إن هو ما قدرش يمنع موند من إن هو يروح للغابة بمفرده. وبدأ الكونت يتوعد بابتسامة بإن سعادة الضوء مش هتدوم لفترة طويلة. وبنروح لموند اللي بيستعيد وعيه وبيلاقي نفسه في غرفته بدل من الغابة، وافتكر إن هو لما كان في طريق عودته للقصر وقبل ما يغمى عليه أمر الخدم بإن هما ما ينطقوش بكلمة واحدة لوالده. ودخل عليه خادم جديد فسأله موند عن خادمه الشخصي، فبلغه بإن هو اتقتل وإن كل اللي راحوا معاه للغابة والده قتلهم كلهم. فاتصدم جدا موند من رد فعل والده، ودخل عليه شخص تاني اسمه كيفر وطلب منه إن هو يسرع لمقابلة والده. بعد كده إدنا بتكون بتوزع البذور على سكان المدينة، وكريس كان بيراقبها وبيفكر في مدى مهارتها وقدرتها على اختيار الأشخاص المناسبين للوظائف، واعترف لنفسه بأن هو فعلا أصبح معجب بمهاراتها ومخلص ليها جدا، وتسائل إزاي هي عندها كل الطاقة دي بالرغم من إنها عملت لأسابيع والمفروض إنها تكون منهكة،
وإن هو نفسه حاسس بالتعب مع إن هو بيراقبها بس من غير ما يعمل أي شيء تاني، وإنها عندها قوة فارس وإنها مش مجرد امرأة هشة. ولما بيستعدوا للعودة للمنزل بيظهر قدامهم فجأة إيلاي وبيحيي إيدنا، وبالصدفة بيقترحوا هما الاتنين في نفس الوقت إن هما يرجعوا للبيت. فبتضحك إيدنا، بس فجأة بتحس بالدوار فبيتخض عليها إيلاي، بس قبل ما يسألها عن مشكلتها بتفقد هي وعيها وبتقع على صدره. وبيرجع بيها إيلاي للقلعة وهو في حالة من القلق والرعب عليها، وخادمتها كمان بتقلق عليها بمجرد ما بتشوفها وهي مغمى عليها. وحطوها هما الاتنين في سريرها، وطلب إيلاي من الخدامة إن هي تستدعي الطبيب، بس هي بتبلغه إن للأسف مفيش أي طبيب في الوقت الحالي. فأمر إيلاي كريس بإن هو يحاول يلاقي الشخص المناسب لعلاجها لأن حالة إدنا سيئة. وهمس إيلاي مع نفسه بإنه فعلا قلقان جدا على زوجته. ولما بيقول كريس لزملائه عن الحالة السيئة للدوكا بيحسوا بالقلق عليها، بس اللي بيلفت انتباههم أكتر وبيستغربوه هو إن قائدهم واللي كان معروف بلقب الجزار إن هو يكون قلقان على زوجته للدرجة دي. فبيوبخهم كريس وبيسألهم إذا كانوا يعرفوا أي شخص عنده معرفة طبية. وبالصدفة بيسمع المحادثة ما بينهم واحد من الفرسان واسمه ريتايل، وبيقرب من كريس وبيقوله في السر إن أخته عندها معرفة طبية واسعة وبتقدر تعالج بالأعشاب، بس هو خايف إنها ترفض المساعدة لأنها تعرضت لكتير من المضايقات في السابق بسبب معرفتها الطبية. وبلغه بإن هو هيسألها في البداية إذا كانت هتوافق إنها تساعد الدوكا أو لأ، وإن هو هيحاول يقنعها. بدأ كريس في إن هو يبحث عن الفتاة وهي اسمها ري، وفي الحديقة بيلاقي بنت مرتدية عباية وكانت بتقطع الأعشاب. ولما بيشوفها كريس فورا بيتأكد إنها هي أخت ريتايل بناء على وصفه هو ليها. فبيناديها كريس وبيبلغها إن الدوك محتاج لشخص زيها يكون عنده معرفة طبية، بس هي فورا بتنفي إنها عندها أي معرفة طبية وبتقول كده وبتستدير بسرعة للمغادرة، بس كريس بيوقفها بإيده بقوة. في اللحظة دي الهوا بيرفع غطا راسها وبيظهر وجه ريا بوضوح، فبيبصلها كريس لفترة وبيتسائل عن سبب ندبة الحروق اللي بتغطي نص وجهها وكأنها علامة مميزة لطقوس معينة. فبتقوله هي إنها تعرضت لمطاردة ساحرة وهي اللي تسببت لها في الندبة دي، وده هو السبب اللي جعلها ترفض إنها تقدم المساعدة لأي شخص. فبيأكد لها كريس إن الدوك والدوكا مش هيأذوها أبدا، فهي بتأكد له بإحباط إن مفيش أي شيء مضمون، وإن العيلة اللي هي ساعدتهم من قبل ما كانش باين عليهم إن هم هيأذوها، وظهر عليها الحزن بسبب ذكرياتها السيئة. وبيحس كريس بالإحباط من ردها، وقررت المغادرة وقالت له وهي ماشية إنها مش بتثق فيه ولا بتثق في الدوك ولا الدوكا. وبنروح لإيلاي وبيكون بيبص لإيدنا بحزن لأنه لسه مش قادر يقدم لها أي مساعدة. يا ترى بقى إيلاي هيتصرف إزاي وهيعالجها إزاي؟ ده اللي هنعرفه في جزئنا الجاي. ولو القصة عجبتكم وعاوزين إن أنا أكملها للآخر عاوزة تعليقات ولايكات كتير عليها، وما تنسونيش كمان بالاشتراك في القناة. سلام.